يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، كل سنه طيبين حبايبي. اخباركم ايه النهارده؟ مع روتين جميل يوم الجمعه، واتمنى الروتين النهارده يعجبكم يا بنات. وهنعمل شويه محشي، انما ايه حاجه ضرب نار. هنا انا جبت ورق العنب بتاعنا وجهزت الخضار وجهزت حاجات كتير كده، وعملنا التسبيكه جهزتها. قلت بلاش اطول عليكم لان انتوا طبعا حبايب قلب متابعين قناتي عارفين كويس انا بجهز تسبيكه المحشي ازاي. وهنا انا جهزت الميه اللي هعمل فيها ورق العنب اللي هسلقه فيها. وهنا حضرت الميه في الحله الكبيره دي اللي هحط فيها البطايه بتاعتي. طبعا كنت غسله البطايه ونقعها كويس، وما شاء الله عليها يعني حاجه 10/10. لوز اللوز. متابعين قناتي حبايب قلبي اللي ما تحرمش منكم، اللي وصلوا معايا حط لايك، حط اجمل لايك من احلى متابعين واحلى كومنت يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. روتين النهارده يا بنات عن المحشي وعن الطيور وعن الاكلات الجميله المصريه الحلوه. انا كان نفسي اخدكم معايا وانا اذبح البطه، طبعا دي بطه من بطابيتي زي ما انا معوداكم. بطابيتي ما شاء الله عليهم كبروا، وبدانا بقى دي اول بطه نذبحها من بطابيتي. ويلا ربنا يطرح فيهم البركه يا رب ويرزقنا واياكم اللهم امين. هنا انا بجهز بقى الايه الخلطه اللي بحطها في الشوربه، اللي هي القرن الفلفل والبصلايه وحبايه طماطم. وما شاء الله اللهم بارك بتطلع معاك الشوربه حاجه 10/10. وطبعا الدقه بتاعت المرتة اللي هي عباره عن البصله والتومه وشويه فلفل اسود. هنا نزلت بالرقبه والقنصه والكبده والقلب، الحاجات اللي هي بتاعت البطايه. وهندعك بقى البطايه بتاعتنا بالمرتة الجميله دي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، كانت طعمها والله يا بنات حاجه 10/10 بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كان منها. وربنا يوسع علينا وعليكم يا رب ويرزقنا واياكم. تربيه الطيور في البيت دي يا بنات والله نعمه نعمه من نعم رب العالمين علينا. طبعا في غلاء الاسعار والدنيا اللي مولعه نار دي مش هننهض يعني عشان تشتري بطايه زي كده، عايزه لك مبلغ وقدر، واحنا ربنا وحده اللي يعلم بالظروف. الحمد لله ان ربنا رزقنا، وده كله رزق ان ربنا سبحانه وتعالى ميسر لنا امورنا وعارفين ايه نعمل في بيتنا، نربي في بيتنا كده. طبعا البط ده طالع لي من البطايه بتاعتي، وما شاء الله اللهم بارك يا رب. ربنا يطرح لي فيهم البركه اللهم امين يا رب. طبعا هنزل البطايه بتاعتنا وانا بنزل بالصدر علشان الصدر دايما بيحب يستوي اكتر من الورك. وهنا يعتبر الصدر والورك كله بيكون غطس في الميه يعني، بس انا برتاح ما بحط البطايه بالمنظر ده كده على وشها كده. ونغطي بقى البطايه بتاعتنا ونسيبها تاخد تدي مع نفسها عشان تجهز الشوربه. على ما نعمل المحشي تكون الشوربه بتاعتنا جهزت ونسقي بيها المحشي باذن الله. ورق العنب بتاعنا بقى انا قطعت العنقود اللي بيبقى فوق ده او العرق اللي بيبقى فوق، ونزلت فيه بميه وميه سخنه وحطيت فيها شويه ليمون، عصره ليمون كده مش كتير، تخلي معاكي الورقه جميله وتبقى طعمها مزز كده وحاجه والله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. احنا اساتذه في المحشي، يعني تقولي محشي يقولك مطبخ دودو جلال، احلى وصفات المحشي تطلع من عندي. شايفين التسبيكه ما شاء الله اللهم بارك حمرا وجميله. طبعا احنا عملنا التسبيكه مع بعض كتير يا بنات. انت تسالوا دلوقتي انت بتحوشي التقليه دي ليه يا دودو؟ هقول لكم بعدين، خليكم بس فاكرين وهقول لكم بعدين. اوعوا تروحوا في اي حته، استنوا ما نعمل مع بعض المحشي. هنا انا جهزت معايا طبعا ده ورق كرنب كنت مفرزاه، وهنا ورق العنب طلعته وغسلته مرتين يا بنات بعد السليق عشان طبعا بيطلع ميه طين كده، فلازم نغسله مرتين 3 لعند ما الميه بتاعته تبقى صافيه وجميله. والرز بتاعي كنت غسلاه وسايباه يتصفى ما شاء الله اللهم بارك جميل. وهنا خلطة المحشي او خلطة الخضار، خضار المحشي بتاعي انا مقطعاه وجهزته. والسر بقى اللي بيخلي المحشي يطلع معايا جميل اللي في الهون ده عبارة عن بصلة وتوم وشويه فلفل اسود وشويه من خضار المحشي، بقعد ادقه كده في بعضه كده بياخد ويدي مع الفلفل الاسود، والله بيبقى الريحه فظيعه تحس انك بتاكلي كفته مش محشي، كفته وجميله جميله جميله. جربوه بنفس الدقه دي كده وبنفس التكنيك الصغنطوط ده وهتلاقوها فعلا حلوه هتعجبكم. طبعا مش حد يتريق على الهون بتاعي، الهون ده بتاع فرحي بقاله كام سنه شغال، لما ربنا يفرجها ان شاء الله هجيب كبه. هي في الخطه ال5 سنين ان انا اجيب كبه ان شاء الله. ربنا ييسر لنا امورنا يا رب ونجيب احلى كبه باذن الله. والله كل ما الم فلوس هتطلع لي حاجه كده جديده، ولا لا معلش خلي الكبه شويه اركن الكبه شويه بس تطلع جميله. وهنا انا بقول لكم ان انا ما عرفتش اشتغل بصراحه بالمعلقه، يعني حسيت اني مش عارفه الف انا الخليط ده، لازم انزل فيه بايدي كده واخد ودي مع نفسي كده فيه، بيطلع اجمل واطعم. وبحس ان انت بتخلطي كل الخطوات في الخضار في البصل في الفلفل، كل حاجه تخش في بعضيها كده تبقى جميله جدا. وفي نفس الحله اللي انا مقليه فيها نزلت بشرايح البصل بتاعتي كده. طبعا شرايح البصل بتاعتي بعملها فرشه مع قرن فلفل، لو عايزه تحطي بطاطس تحطي طماطم ده على حسب ذوقك وعلى حسب ما انت تحبي، بس انا برتاح في الفلفل والبصل بس. بحس هو ده كده 10/10 يعني مش محتاج اكتر من كده، اي محشي مش محتاج فرشه اكتر من كده. لو عندك ورق اللي هو الخضار بتاع المحشي ممكن تحطي العروق بتاعه الورق البقدونس او الشبت، ممكن تفرشيها برده تحت مع الكرنب بتبقى جميله جدا.
بس بالنسبه لمحشي ورق العنب انا بحب الفلفل الحامي والبصلايه، بستكفى بهذا الايه القدر. حلوه دي، بستكفى بهذا القدر. والله انا مية مية، ولا ايه رايكم؟ هنا بقى يا بنات هنلف مع بعض ورق العنب. طبعا حبايب قلبي الصغيرين بنوتات الامارات زي بسبوسه بنتي ما بيعرفوش يلفوا محشي ورق العنب. بسمله اول مره تلفي معايا محشي ورق العنب، وكانت واقفه تتعلم زيكم. فانا هنعلمكم بقى. شايفين؟ حتى هي قالت لي يا ماما انا ما شفتش ايدك مداريه، انا ما شفتش انت عملتي ايه. بقول لها شايفه يا بوسي جميل ازاي؟ بتقول لي انا ما شفتش. بما ان بس انا ما شفتش يبقى اكيد انتوا ما شفتوش. فهنلف بقى واحد تاني معاكم واوريكم احنا بنلف ورق العنب ازاي لكل البنوتات الصغيرين اللي بيلفوا. شايفين؟ احنا بنجيبها على الظهر زي ما انتوا شايفين يا بنات. طبعا اللي هي الحته الخشنه اللي بتحسي العروق ظاهره فيها كده، بقوم مطبقاها يمين وشمال، او احنا جبنا فوق الاول. مش مشكله، ادي الشمال جاء. ونلف نلف 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 ويطلع معاكي سمع. والله يتاكل ني. والله انت بتقولي حكمه يا بنتي يا دودو. شايفين الجمال؟ ايه الجمال ده؟ والله تسلم ايدي، تسلم ايدي بجد. يعني انتوا مش عايزين تقولوا بس يلا تسلم ايدي، انا واثقه ان حبايب قلبي هيقولوا تسلم ايدك في الكومنتات. وهنا احنا فينا مع بعض احلى دقيقه ورق عنب. وطبعا قطعت شرايح الليمون بقى الجامده دي. وشايفين الجمال؟ والله كانت تفتح النفس يا بنات، وما خدتش حاجه على النار كده، في ثانيه في ثانيه كلنا. كان غدا جميل ولذيذ. طبعا دي بقى التسبيكه اللي انت قلت انت سايبه التسبيكه ليه يا دودو، مش نزلت بيها في المحشي ليه؟ سبتها عشان الخطوه دي. الخطوه دي جميله جدا، بتفرق معاكي 180 درجه في المحشي. اي محاشي سيبي شويه تسبيكه كده وشويه شوربه بقى ودوبيهم وايه، وظبطي نفسك على الوش كده، تلاقي معاكي المحشي يطلع كده احمر وجميل وطعمه حلو وكان جميل. طبعا سبت شويه تسبيكه برده، عامله حساب محشي الكرنب لان انا ما خلصتش الرز كله. انا عامله حسابي ان في ناس ما بتاكلش ورق العنب، فاللي مش هياكل ورق العنب هيلاقي له شويه كرنب ياكلهم ان شاء الله. احنا مش لازم نقصر في حد يا جماعه، ولازم نطلع ناس جدعه كده مع الكل. اللي ياكل ده جايز واللي ياكل ده جايز، والخير كتير واللهم بارك يا رب. ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى امه محمد، اللهم امين. وهنا شايفين المحشي كده بعد ما استوى، ايه الجمال ده ما شاء الله، اللهم بارك. انا بقى الطشه دي او التكه دي صغنطوطه بحبها جدا يا بنات. بعد ما حمرت البطايه باخد الزيت بتاع التحمير كده وارشه على وش المحشي، بيفرق فرق جامد. الزيت بيبقى سخن وبتحس ان بيبقى له طعم حلو كده جميل في المحشي. جربوه بامانه هيعجبكم. وعملنا محشي ورق الكرنب شويه صغيرين زي ما انتم شايفين كده، ما كترناش. شايفين الزيت بيغلي على وش المحشي، والله يبقى جميل جدا. جربوها، تحفه تحفه تحفه، بتفرق معاكي في المحشي جدا. الصينيه بتاعتنا حبايبنا الحلوين هنعمل عليها المحشي وجمال. يلا بينا بقى، تعالوا 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 اتفرجوا على الجمال. تعالوا شوفوا، تسلم ايدي تسلم ايدي، حاجه ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال؟ طبعا احنا هنحط بقى الليمون ده عشان احنا ما نختلطش عليه الامر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حله سخنه موحوحه. شايفين؟ شايفين؟ يا سيدي على الجمال، يا سيدي عليا، تسلم ايدك يا دودو. والمحشي التاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي. الله الله الله. شايفين؟ والله العظيم تسلم ايدك، والله حاجه 10 على 10. نجيب بقى البطايه بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك. عايزه ايه يا كيتي؟ كيتي جايه تاخد نايبها هي كمان. بسم الله ما شاء الله. حطي بقى كده كل حاجه كده، والكبد والقوانص وكله كله كله، خلي العيال تاكل تتغذى. شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الف هنا وشفا لكل اللي ياكل منه يا رب. الشوربه جميله دسمه وتحفه. شايفين صباع المحشي يا سيدي؟ حاجه ما شاء الله. شايفين؟ شايفين السوا؟ شايفين الحمار؟ بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا لكل ياكل منه. تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا، وجمعه مباركه علينا وعليكم يا رب. اشوفوا الشوك على خير يا رب. مع السلامه.